قبس من كتاب. في كتابه حكاية مملة، مذكرات رجل عجوز، يقول أنطون تشيكوف: أتدرين ما هي المسألة يا صديقتي؟ إن أعظم وأسمى حقوق الملوك هي حق العفو، وكنت أنا دائما أتمتع بهذا الحق دون حدود. لم أصدر حكما على أحد أبدا، وكنت متسامحا، أغفر ذات اليمين وذات الشمال عن طيب خاطر. وعندما كان الآخرون يحتجون ويسخطون، كنت أنا فقط أنصح وأقنع، وكان كل سعيي طوال حياتي أن تكون صحبتي محتملة لأسرتي ولطلبتي ولرفاقي وخدمي. ولكني الآن لست ملكا، إن ما يحدث لي ليس جديرا إلا بالعبيد، ففي رأسي تدور ليل نهار أفكار شريرة، أما في روحي فقد عششت مشاعر لم أكن أعرفها من قبل. فأنا أكره وأحتقر وأسخط وأغضب وأخاف. هل أصبح العالم أسوأ وأنا أفضل؟ أم أنني كنت سابقا لا أرى وغير مبال؟ وهنا انتهى قبسنا، وبدر في عقلي تساؤل: ماذا كان سيفعل أنطون تشيكوف لو عاش معنا في عصرنا هذا؟ هل كان سيتحمل ما نتحمله الآن؟ سأترك لكم الإجابة. قبس من كتاب، برنامج يعده ويقدمه أحمد شاهين.